السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ يا رب الكل بخير. اليوم فيديو كلش حلو، فيديو روتين كلش بشغلات متنوعة، وان شاء الله تستفادون من عنده، بمشتريات بطلعة كلش حلو، وان شاء الله تاخذون فائدة منه وتتونسون ويانا. بس قبل لا تنسون تخلونا اللايك، تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس على الكل، وتشاركون الفيديو اذا حبيتوه. ونبلش بيومنا وروتيننا ونسمي بسم الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شفتوا حبايب، بديت وياكم الفيديو بهذه الزيتونة الصغيرة وحبيت أقلمها. أعيشكم وياي اليوم وروتين اللي أسويه بيومي، إن شاء الله تحبونه ويعجبكم. شوفوا عندي هنا مثل ما تشوفون يعني أوراقها كلش هواية، فقلت أقلمها وياكم وأشارككم إذا حبيتوا تستفادون. يعني أحاول إنه أزغرها وأسوي لها شكل كلش حلو مثل ما تشوفون. أخذتها من اللي فوق، ما أعرف إذا عجبتكم. المفروض بعد ما تطلع أوراقها نبدي نسوي شكل إلها كلش حلو. طبعا هنا ننظف طبعا مكان الحديقة، ودايما تنظيفها هذا كلش ضروري وأساسي، لأن حلوة القعدة بهيك أجواء بالحديقة، فتنظيفها دائما يعني هذا من روتينات اليومية اللي أسويها، فحبيت أشاركها وياكم. شوفوا حبايب، اليوم روتيننا إن شاء الله يكون متنوع ويعجبكم. طبعا بلشت بالبداية الصبح وشوفتكم أني شنو سويت وشنو اشتغلت حتى تعيشون وياي يومي، ومن الصبح واشارككم باقي الشغلات اللي اسويها. شوفوا هذا شكل الزيتونة بالاخير، طبعا بعد ما تطلع اوراقها راح يصير شكلها كلش حلو، وهسه كلش صغيرة، بس بعد ما تطلع اوراقها راح تترتب اقدر نسوي بيها شكل كلش حلو. ان شاء الله اشارككم بالشغلات اللي اسويها بيومي، وان شاء الله يا رب تستفادون. شوفوا هنا بلشت بتحضير الغداء، سويت غداء خفيف، بس حبيت اشوفكم الشغلات اللي نسويها بسيطة من الشغلات اللي بالبيت. نسوي شكل كلش حلو حتى تفتح نفسنا على الاكل، تشتهون تاكلون. شوفوا طماطة، عندي بصل وخيار، يعني شغلات بسيطة ضفتها بماعونة وانطت شكل والوان كلش حلوة. وطبعا من الاشياء اللي عندنا بالبيت نقدر طماطة وخيار، طرشي، فلفل، شنو عندنا بالبيت نقدر نسوي شغلات كلش حلوة وبسيطة، نضيف لها السفرة تصير سفرتنا كلش حلوة وبيها حب واهتمام لعائلتنا. يا ربي ان شاء الله دائما مجموعين على الخير وصحة وعافية للجميع، ومكانكم خالي وسهمنا وسهمكم العافية، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. وشفتوا الشغلات البسيطة شلون شكلها يطلع كلش حلو بعد ما نرتبها ونعطيها شوية اهتمام. وطبعا من عندنا احنا، وطبعا كل ام بيت وايدها ولمستها، ربي يعطيكم الصحة والعافية ببيتها وبشغلها. وتعالوا اخذكم وياي فرة بالسوق، فرة سريعة، ونشوف شنو اخذت ونشوفكم بعد. طبعا نرجع المشتريات. طبعا اخذت هنا شغلات الضرورية اللي محتاجيها للبيت، طبعا كل بيت واحتياجاته وشغلات الضرورية من نواعم او شغلات محتاجيها، فاخذت اللي محتاجي واللي ضروري. وهنا شنو اخذت، هذه كلش طيبة حبايب بالشوفان، هذه النستلة اذا مجربينها. طبعا هي صحية لان بالشوفان ما اعرف تكون خفيفة وتشبع. وتعالوا للشغلات المو صحية، هنا عندنا الضرشي، وحبيت اخذكم شوية فرة. اخذت زيتون من هذا المكان، بس اشوفكم هذه الالوان والشغلات اللي مخليها كلش حلوة وترتيب كلش حلو. طبعا ليش؟ لانه ترتيب، هي شغلات بسيطة بس بالترتيب وبلمستهم صار شكلها كلش حلو. واحنا شنو دايما نقول يا حبايب، بلمستنا راح نخلي شغلاتنا واغراض بيتنا حاجياتنا بلمستنا احنا راح تصير ارتب واحلى وشكلها كلش حلو. فليش دايما اقول كل ام بيت ولمستها وذوقها وترتيبها اللي يخصها ويخص عائلتها. ربي يعطيكم الصحة والعافية قد ما تتعبون ويا عائلتكم، ان شاء الله يا رب يرجع لكم اضعاف. شوفوا هنا حبيت اشوفكم التين. طبعا التين كلش ضروري ومهم ندخله ويا الوجبات. هنا اكو خلطة بالزيت الزيتون، ان شاء الله بالايام الجاية اشارككم بيها، كلش تفيد وتقوي المناعة والضعف، واللي عنده فقر دم الخلطة هاي كلش راح تفيدكم ان شاء الله. بالايام الجاية احاول انه اشارككم بيها.
حتى تستفادون من عندها حبايب. شوفوا بدي اشارككم شنو اخذت عندي زبدة، 3 قطع من الزبدة. هنا عندي الحمص، حمص حبة كاملة. اخذت فاصوليا، طبعا الشغلات الضرورية للبيت اخذتهم وحبيت اشاركها وياكم، يعني يكون هذا من ضمن يومنا ومن ضمن الشغلات اللي نسويها بيومي، يكون يعني روتين كامل. هنا اخذت الطحين، طبعا هذا الطحين دائما استخدمه كلش حلو بالشغل. وعندي هذه القرنفل او القرنفل احنا نسميه، هذا كلش مفيد. هنا سويت بيه خلطة للشعر، هذه الخلطة سويتها قبل فترة وكلش فادتني وحبيت افيدكم بيها. ان شاء الله بالايام الجاية اسوي لكم اياها وان شاء الله انتو هم تستفادون منها. عندي هذا الحلقوم اخذت من يمه، شوفوا هذا شكله، محتاجينه كلش هواية بايام الجاية ان شاء الله اسويها كليتشة، نسوي شغلات بيه كلش حلوة، حلويات. شوفوا عندي هذه الفلاتر، طبعا استهلك معدة كلش هواية. طبعا الحلقوم انا منزله من عند حلقة، اذا حبيتوا تشوفوه بالقناة حلقة شلون تسوون الحلقوم، يعني طريقته كاملة، طريقة كلش سهلة تقدر تحشون بيها الكليتشة والشرق، بما انه الجو غير عندنا، فكلش راح تفيدكم. انزلوا بالقناة راح تلقوها يعني سهلة وسريعة وطعمها كلش طيب بالحشوات. طبعا شوفتكم هذه الشغلات اللي اخذتها. عندنا هنا الاكل للطيور، وهنا عندي صابون رقة، طبعا دائما نستخدمه ما نستغني عنه، موجود لازم. هنا خضورات شغلات للبيت، هنا عندي البصل والتشيز، طبعا اللي ما ينفتح لازم ينشك، فاحاول انه ما اشقها لان دا استخدم الكياسة. طبعا كل ام بيت هذه بتوفير هاي الشغلات تحتاج الكياسة بشغلات النظيفة، طبعا تقدر تخزن بيها وتقدر تستخدمها لغير شغلات. كل ام بيت طبعا واحتياجاتها، فمو كلها اذبها، اللي تنفتح احاول انه افتحها حتى استخدمها لان تكون نظيفة، اللي احسها نظيفة وما تكون بيها ريحة او يعني تكون انظف من غير الكياسة، انه مو نظيفة نذبها والنظيفة لا نبقيها. وطبعا شفت هذا الباذنجان فذكرني بالمقدوس، ما اعرف اسويه او لا، ان شاء الله اشوف بالايام الجاية اذا اقدر اسويه. الصغار هذا كلش يصير طعمه طيب بالمقدوس، والمقدوس طريقته موجودة بالقناة، طعمه كلش طيب، سويته بطريقة كلش سهلة وبسيطة تقدر تسووه بكل سهولة. راح اتركها على جهة ونشوف ان شاء الله نسويه وياكم. شوفوا اخذت هذه القصب، ما اعرف انتم شو تسموها، بس احنا نستهلك من عندها او نحتاجها بالبيت، فاخذت من يمها. اخذت الكاكاو وهذه الشغلات الناعمة، القهوة، شغلات مرات نستخدمها او تفيدنا الصبح من نقعد نتريق، فشغلات سريعة اخذت من يمها قطعة حتى نجربها الطعم الاطيب ناخذ منه. اخذت هذه الفرشة غسل للمواعين، وراح اشوفكم شنو راح نستخدمها احنا بيش تفيدنا. طبعا هذه شكلها هي بيها اشكال هواية، بس اخذت هذا الشكل. شايفين اكو مرات شغلات ما تقدر يعني بالفرشة المواعين ما قدر تغسلوها، هذه كلش راح تفيدكم. راح اشوفكم شغلات اللي راح تفيدكم بيها. شوفوا اخذت هذه النعصر بيها الليمون او ما اعرف شو يسموها، بس اللي عجبني بيها ارقام قياس، وراح اشوفكم شلون تستفادون تستغلون هذه الشغلة. عجبتني كلش هواية فاخذتها، بيها ارقام تقيسون بيها يعني الكوب اكثر من كوب، فراح اشوفكم شلون راح نقيس بيها. هم شكله كلش حلو وتفيد يعني بالعصر. هنا برتقال، الليمون مرات نستخدم كلش هواية كيكة البرتقال بهذه الاجواء، هم طعمها كلش طيب. اخذت بعد من يمها طبعا هذه سعرها ب1000 وهذه ب1000. بطاريات طبعا مالت الريموت فنستخدمها كلش هواية ونستهلكها. هنا اخذت كوابة بلاستيك، بس شكلهم كلش حلو والهم الغطا مالتهم كلش قوي. هذا شكلهم 3 ب1000، بس عجبني الشكل مالتهم والقطع مالتهم قوي، يعني مو بسرعة يعني يتحرك، فمن تكبسوهن قوي. فإذا حابين تاخذون من عندهم استخدمتهم، شكلهم كلش حلو وهم عمليات بالشغل، يعني تقدر للحليب متبردوه وتضيفوه
بس لا تضيفون الحليب يعني طبعا كلش حار بالبلاستيك وللجهال تعطيهم، او شربت ما يكبوا، يعني كلش حلو وغطا مالتهم كلش قوي، وبي القصب مالتهم شكلهم مرتب وسهلات بالغسل، وشكلهم يعني يحبونه من يشوفون هيك شغلات. الجهال يحبون هي السوالف، فأخذت من عندهم هذه بألف، يعني يصير 3 بألف، شكلهم كلش حلو. وتعالوا نعزل وياكم مسواق، يعني الشغلات اللي أخذناها كلها بالحافظات، حتى ترتب عندنا المطبخ والخانات المطبخ تترتب. هنا عندي الفاصوليا بهذه الحافظات، حافظات شاركتها وياكم قبل فترة، كلش حلو شكلها وعملية. القرنفل طبعا ضفته بالعلبة مالته، والشغلات اللي أخذتهم حتى نرتب مكاننا، وتعزيل بعد المسواق. هذه هم علبة القصب يعني استخدمتها أدخلها بيهم، شكلها كلش حلو واستخدامها سهل وسريع. وتعالوا هنا أشوفكم شنو راح تستخدمون أو شلون تستفادون من هذه الفرشة وبيش تستعملوها. طبعا هنا دا أغسل بالمواعين، فحبيت أشاركها وياكم حتى تستفادون حبايب. شوفوا هنا عندي العلبة، علبة الزيت، طبعا تركتها فترة مدى أضيف بيها الزيت لأن كلش صارت منا الغطا مالتها، فمدى أقدر أغسلها لحد ما جبت هاي الفرشة. طبعا هذه الفرشة قديم أستخدمها. هنا عندي الكوب تكون بهذه النقشة أو الزخرفة شو تسموها، كلش سهل تنظيفها بهذه الفرشة، مجرد انه تدخلوها وتفركوها. مرات تشوفون شكله، دا اشوفكم قبل طبعا، وهسه قد نظف طلع شكله كلش حلو بعد ما غسلته بهذه الفرشة. انظف لان اكو نقشات او زخرفات بالمواعين او الكوابة القلاصات صعبة ان تطلعونها، يعني كلش راح تفيدكم. شوفوا من هاي الجهة دا اشوفكم هذا كله راح نطلعه بالفرشة، يعني انا غسلته من الجهة الثانية، بعد راح نغسله المرتلوخ بهذه الفرشة. وانتوا اكتبوا لي بنات شنو استخداماتكم لهذه الفرشة وشون تستخدمونها وتستفادون من عندها بالمطبخ او بالبيت بتنظيفات البيت. هنا طبعا بعد ما نشفت علبة الزيت كل زين من المي، ما بقيت بيها مي. هنا اضيف الزيت بداخلها. عندي الكوب اللي شوفتكم اياه، او المعصارة اليدوية للحامض او البرتقال. حابة اشوفكم شلون تستخدمونها كقياس. عندي هذا القياس الكوب مكتوب مثل ما تشوفون بنات 250 قياس الكوب، 250 قياس. هنا عندي قياسات مكتوب 100، اذا واضح عندكم مكتوب 200 ومكتوب 300 راح تقيسون بيه. راح اشوفكم شلون نقدر القياس ناخذه، يعني اذا عندكم مثل هذا الكوب بالبيت فشلون تستعملونه. هنا عندي 250 طلع عندي خطين، يعني فوق 200 خطين. خلص هذا القياس يعني بالغرامات يحسب لكم انتو مثل ما تشوفون يعني بالخطوط مكتوب عندكم والظاهر عندكم. هذا قياس كوب كامل تقدر تقيسون بيه للحلويات للكيك. وطبعا اكو هواية شغلات بالكيك او الحلويات لازم قياس الكوب يكون عندكم قياس كامل حتى تطلع عندكم مضبوطة. طبعا حبيت اضيف هذه الفقرة، ان شاء الله حبايب تستفادون من عندها. احبكم كلش هواية، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي، واترككم في حفظ الرحمن. مع الف سلامة.